مواعيدنا الرياضية لنهار اليوم نستهلها بأخبار الصحف الرياضية الصادرة اليوم الاثنين الموافق للثالث عشر جوان 2016. والبداية مع الشباك التي قالت أن ميسي رد عمليا على انتقادات مارادونا له حسب ما قالته الصحافة الأرجنتينية، وذلك بعد ثلاثية البرغوث في شباك بنما، والذي قاد الأرجنتين للفوز بخماسية دون رد لحساب الكوبا أمريكا، والتي كانت كافية ليرد ميسي على أسطورة كرة القدم مارادونا حسب ما أشارت إليها الصحف المحلية في الأرجنتين. مع الشباك دائما وفي مقال آخر قالت أن الاتحاد البرتغالي يحدد مكافآته للاعبي المنتخب بقيمة مالية تصل إلى 250 ألف يورو في حالة التتويج باللقب القاري. ونقلت الصحيفة كذلك تصريحا لنجم البرتغال سابقا لويس فيغو الذي قال أن منتخب بلاده قادر على التتويج بالبطولة الأوروبية بقيادة رونالدو والمدرب سانتوس الذي أشاد بهما كثيرا. لوبيتور قالت أن لاعب اتحاد العاصمة فاروق الشافعي ورئيس النادي حداد لم يتفقا للمرة الثالثة بخصوص تجديد عقد اللاعب، وأضافت أن الرجلين التقيا أمس لكن لم يصلا لاتفاق نهائي في هذه المفاوضات والتي ستذهب إلى جولة جديدة، أضافت الصحيفة.